بتبدأ قصتنا ببنت صغيرة اسمها سوزومي في حلم غريب. كانت في حقل مفتوح تحت السماء مليانة نجوم. قدامها كان في سيدة كبيرة، سيدة مش عارفة هي مين، لكن لما حاولت تناديها كانت بتقول لها ماما، وكأنها كانت بتدور على حاجة ضايعة من زمان. وصحيت سوزومي من الحلم ده وهي مش فاهمة ايه اللي حصل، لكن كانت حاسة ان في حاجة مهمة في الحلم ده، حاجة مرتبطة بماضيها اللي مش قادرة تفتكره. المهم، مين هي سوزومي؟ سوزومي هي بنت 17 سنة وعايشة مع خالتها في بلدة ساحلية صغيرة في اليابان. وفي يوم عادي وهي في طريقها للمدرسة قابلت شاب غريب اسمه سوتا مونوكاتشي. كان بيدور على أماكن مهجورة فيها أبواب غريبة، وقالت له إن في منتجع قديم مهجور في الجبال. وبعد ما قابلت شوية من صحابها قررت ترجع تشوف المكان ده عشان توصل لسوتا. وهي وماشية في المنتجع المهجور لقت باب موجود لوحده، فقررت تفتحه. ولما فتحته شافت نفس الحقل والسما اللي كانت شافتهم في الحلم. وأثناء رجوعها للخلف خبطت في تمثال قط على الأرض، وفجأة القط ده اتحول لحقيقة وجري بعيد. فخافت سوزومي وهربت من المكان. وأثناء الغدا شافت عمود دخان ضخم طالع من مكان المنتجع المهجور. ولما حاولت تلفت انتباه صحابها لاحظت انهم مش شايفين اللي هي شايفاه، فجريت تاني على المنتجع ولقيت الشاب اللي قابلته قبل كده وهو بيحاول يقفل الباب، وساعدته وفعلا قدروا يقفلوا الباب. وبعد كده سوزومي خدته البيت عندها عشان تعالجه، وبعدها قدم نفسه وقال لها ان اسمه سوتا مونوكاتشي وانه مغلق ابواب، ووظيفته انه يسافر اماكن مهجورة في اليابان عشان يقفل ابواب معينة قبل ما تخرج منها دودة عملاقة قوية تسبب زلازل. وهما بيتكلموا القط ظهر تاني، وبعد ما اكل من سوزومي فجأة بدأ يتكلم، وده خلى سوزومي تنصدم. بعدها القط حول سوتا لكرسي صغير، فسوتا جري وراه على سفينة رايحة لجزيرة تانية، وسوزومي راحت وراه. وفي الآخر القط هرب. وسوتا بيقول لسوزومي إن القط ده هو حجر الأساس واسمه دايجين، وإن الدودة خرجت لما انت شلت الحجر ده بالخطأ من جنب الباب. وفي اليوم اللي وراه وصلوا للجزيرة ولاحظوا إن في ناس على الإنترنت بتبحث عن القط. وأثناء ما كانوا بيدوروا عليه قابلوا بنت اسمها تشيكا مارا وقع منها صندوق برتقال، وسوزومي ساعدتها. لكن لما شافت سوزومي دودة تانية طلبت من تشيكا توصلها للمدرسة المهجورة عشان تقفل الباب هي وسوتا بالمفتاح الخاص اللي معاهم عشان ما يحصلش زلزال تاني. وبعد ما قفلوا الباب وجدوا ان دايجين هو اللي تسبب في فتح الباب. وبعد كده ناموا في بيت تشيكا، وفي الصباح قرروا يكملوا بعد ما شافوا القط بيعبر الجسر، وركبوا عربية بنت اسمها رومي معاها طفلين اللي بتستضيف سوزومي عندها. وسوزومي هي وعندها لحظة دايجين داخل البار، فجريت وراه لأحد الملاهي المهجورة، وهناك فتح باب تاني وقفلته برضه هي وسوتا. بعدها بدأ سوتا يشرح ليها إن الأبواب دي بتوصل لمكان اسمه ما بعد الحياة، وهو مكان الأرواح بعد الموت. وبعد ما تعقبوا دايجين لطوكيو طلب سوتا من سوزومي إن توديه لشقته، وهناك شرح ليها أسطورة الدودة ناميزو، وقال لها إن هو آخر واحد من عيلته واللي مسؤول عن قفل الأبواب دي، وإحنا بنقفل الأبواب دي لأجيال. وكمان قال لها إن في حجرين أساسيين بيقفلوها، الحجر الغربي اللي هو دايجين، والحجر الشرقي اللي لسه مكانه مش معروف. وحذرها لو الدودة دي خرجت في طوكيو ممكن يحصل زلزال زي اللي حصل سنة 1923، زلزال مدمر. وبعدها شافوا إن الدودة بدأت تطلع فحاولوا يدوروا على الباب، والدودة كبرت في السماء وكانوا مضطرين يطيروا فوقها. وفي اللحظة دي كشف دايجين إن سوتا بقى هو الحجر الأساس، فسوتا فجأة تحول لحجر الأساس، وسوزومي اضطرت تستخدمه عشان تقفل الدودة. وصحيت بعدها سوزومي في مزار فيه بوابة طوكيو، وشافت سوتا في ما بعد الحياة لكنها ما قدرتش تدخل. دايجين حاول يكلم سوزومي لكنها ضربته وقالت له ما يرجعش تاني. بعدها راحت زارت جد سوتا في المستشفى وقال لها ان قدرتها على رؤية الدودة وما بعد الحياة معناها انها دخلت المكان ده في مرحلة من حياتها، وان الباب اللي دخلت منه هو المكان الوحيد اللي ممكن ترجع فيه لإنقاذ سوتا. فقررت سوزومي تسافر للمكان اللي كانت عايشة فيه وهي طفلة، وافتكرت زلزال 2011 اللي فقدت فيه أمها. وفي الطريق قابلت صديق سوتا اللي عايز يساعدها في البحث عن سوتا مع عمتها اللي كانت بتدور عليها عشان ترجعها للبيت. فسوزومي رفضت وراحت مع صديق سوتا في عربيته، فعمتها كمان راحت معاهم.
وأثناء السفر اضطروا يتوقفوا بسبب المطر، وهناك حصل شجار بينها وبين عمتها بعد ما اكتشفوا ان الحجر الشرقي سادجين بيقدر يتكلم. بعدها هم ومكملين الطريق حصل حادث وسقطت العربية في منحدر، فسوزومي وعمتها سابوا صديق سوتا وركبوا دراجة. وصلوا منزلها القديم واكتشفوا صندوق تحت الأرض فيه مذكرات سوزومي اللي بتأكد ان الباب كان قريب. لقوا الباب ودخلوا مع دايجين وسادجين وتركوا عمتها بره. وهناك فيما بعد الحياة بدأ سادجين يحارب الدودة، وسوزومي حررت سوتا اللي رجع لجسمه البشري. لما فهموا عواقب حريته ضحى دايجين بنفسه ليصبح حجر أساس، وسادجين فعل نفس الشيء واستخدمهم سوتا وسوزومي لقفل الدودة نهائيا. وأثناء ما سوزومي موجودة في عالم ما بعد الحياة لاحظت نفسها هي وصغيرة وقالت لها إن الكرسي ده هيديها القوة تتجاوز المأساة وتكمل حياتها. سوزومي الصغيرة رجعت للماضي، وسوزومي وسوتا رجعوا للحاضر وقفلوا الباب. ورجع سوتا لطوكيو، وسوزومي وعمتها رجعوا للبيت وزاروا الأصدقاء اللي قابلتهم سوزومي على طول الرحلة. وبعد شهور وأثناء ما كانت سوزومي رايحة المدرسة قابلت سوتا تاني في نفس الشارع اللي قابلته فيه لأول مرة. وبكده الفيديو انتهى. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وهنتظر رأيكم في التعليقات. أشوفكم في فيديو قادم. سلام.